أهلا بيكم يا شركاء النجاح في اليوم الرابع من سلسلة الزتونة في المذاكرة. النهاردة هنبطل نكون طلبة عاديين وهنتحول لماكينة مذاكرة حقيقية. السر النهاردة مش في عدد الساعات اللي بتقعدها على الكتاب، السر كله في كلمة واحدة: التركيز العميق. الروبوت بتاعي النهاردة ماسك ساعة الإيقاف ومستعد. يلا بينا نعرف الزتونة. يعني إيه تركيز عميق؟ تخيل عقلك ده زي محرك الطيارة، مش بيشتغل بكل قوته أول ما تدوس بنزين، هو بياخد وقت عشان يسخن. في المذاكرة عقلك محتاج من 15 ل 20 دقيقة عشان يدخل في حالة بنسميها الفلو ستيت أو الاندماج الكامل. عشان كده قعدة ال 25 دقيقة مش كفاية هنا، إحنا هنلعب على جلسات ال 50 دقيقة. 50 دقيقة تركيز صافي، مفيش فيهم موبايل، مفيش فيهم هقوم أشرب، ومفيش فيهم إشعارات فيسبوك. الموبايل في الوقت ده مش عدوك بس، ده قنبلة بتهد كل اللي بنيته في مرحلة التسخين. لو ركزت 50 دقيقة وفصلت 10 دقايق هتنجز في جلسة واحدة اللي غيرك بيعمله في 4 ساعات سرحان. الروبوت هنا واقف حارس على باب أوضتك، وأي تشتيت هيحصل الفلو ده بيتكسر وهتحتاج 20 دقيقة تانية عشان ترجع لنفس المود. اقفل كل حاجة، البس سماعاتك وابدأ المكنة. المذاكرة مش خناقة مع الكتاب، هي رحلة استكشاف بذكاء. جرب النهاردة تعمل جلسة واحدة بس، 50 دقيقة تركيز عميق، واكتب لي في التعليقات حسيت بإنجاز إيه. التزامك النهاردة هو اللي هيصنع نجاحك بكرة. استعدوا، لأن بكرة اليوم الخامس، احنا في نص الطريق وفي مفاجأة كبيرة مستنياكم. أشوفكم بكرة، سلام.